هناك أنواع مختلفة من مرض السكري. كما نعلم، النوع الشائع المعتاد من مرض السكري هو سكري من النوع الثاني، والذي يرى عادة في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 30 أو 40 عاماً. وهناك تاريخ عائلي لمرض السكري، ولكن ليس بداية مبكرة جداً للسكري. بينما مودي هو شيء حيث يوجد 3 أجيال من السكري ذو البداية المبكرة، أي أن الأعمار أقل من 20 أو أقل من 30 يعانون من السكري في 3 أجيال. لذلك هذا شكل خاص من مرض السكري، وهو مختلف عن السكري من النوع الثاني المعتاد والسكري من النوع الأول. السكري من النوع الأول هو سكري يتطلب الأنسولين. الأعمار المعتادة تكون في مرحلة الطفولة، حيث يحتاج الطفل إلى الأنسولين طوال حياته.